السلام عليكم. فيديو اليوم من المقابلة الأخيرة للرجاء البيضاوي في دور المجموعات ضد فريق الوحدة الإماراتي. هذه المقابلة كانت تحصيل حاصل لأن الفريقين بجوج ضمنوا التأهل ديالهم لدور الربع من قبل. كانت فقط لتحديد المركزين الأول والثاني ولتجريب خطط جديدة وإعطاء فرصة للاعبين الآخرين وإراحة بعض العناصر الأساسية، الشيء اللي قاموا به الفريقين بجوج. حنا اللي كيهمنا هو فريق الرجاء مع احترامنا الكامل والمستحق لفريق الوحدة الإماراتي. ففي هذه المقابلة كان العديد من الملاحظات على الطريقة والخطة باش لعب الفريق. الملاحظة الأكيدة هي الطريقة المعهودة لفريق الرجاء البيضاوي في لعب وإخراج الكرة من الخلف ومحاولة بناء الهجمات، اللي بدا كيتضح أن الفريق بدا كيسترجعها، التمريرات القصيرة وتقارب اللاعبين فيما بيناتهم. لحد الآن كتنقص النجاح والتركيز في التمريرة واللمسة الأخيرة خاصة في معترك الخصم، وكذلك استقبال وترويض الكرة في مرات عديدة. المهم لقطة اليوم هي لقطة هدف الفوز بالمقابلة. كنشوفوا الكرة عند حارس المرمى، وملي كتكون تمريرة للأمام مركزة واللاعب المستقبل كيتمكن من المتابعة وترويض الكرة والزملاء ديالو كيقربوا منه، الفريق كيتمكن من إتمام بناء الهجمة مع تحركات لاعبي الوسط والهجوم، كيخلقوا مساحات للتوغل أكثر، وهذا اللي تمكنوا منه اللاعبين واستطاعوا يسجلوا الهدف. فكنشوفوا المساحات والفراغات اللي كانوا أمام اللاعبين وبتمريرات قليلة كينهيوا الهجمة بطريقة جميلة. نتمنى أنه ما تكونش وليدة الصدفة، وبالتوفيق للنسور في المقابلة القادمة. كانت هذه لقطة الهدف في هذه المقابلة اللي طرقنا لها. إلى فيديو قادم إن شاء الله. السلام عليكم.